انتهى الديربي بنتيجته المفضلة، هدف لكل فريق. ولن نتحدث في هذا الفيديو إلا عن نقطتين. النقطة الأولى هي حركاس الكارثي، وأتمنى أن يكون وليد الركراكي قد شاهد الديربي، لأنه لو استدعى حركاس للمنتخب بعد مباراة اليوم سيبصم بالعشرة على أن وليد لا يستند على أي معايير منطقية لاختيار عناصر المنتخب. حركاس اليوم بأداء كارثي لا يمكنه حتى من أن يكون احتياطيا في الوداد، فما بالك بالمنتخب؟ في لقطة الهدف الأول شاهدوا. بالله عليكم، هل هذا لاعب دولي يلعب في منتخب يحتل التصنيف 12 عالميا؟ ردة فعله بطيئة جدا، وفهمه لحركات الخصم منعدمة، وقراءته للمساحة المحيطة به صفر. هذا عن حركاس. أما النقطة الثانية هي كيف أقنع نفسي أن مكوينا فعلا يعرف إمكانيات لاعبيه، خاصة بعد إخراج مفيد والإبقاء على موفي ليكمل المباراة. موفي لاعب بطيء جدا، عرضياته كلها خاطئة، وحتى لو لم تكن خاطئة فتكون سهلة للحارس. لياقته البدنية ضعيفة جدا، ولو لعب عليه فريق الرجاء على الأقل كان سيتحصل على بطاقة حمراء. لكن السؤال من كل هذا، هل بهذا الأداء ستشارك الوداد في مونديال الأندية أمام المانشستر سيتي واليوفنتوس وحتى العين، وهو الذي خسر أمام تطوان متذيل البطولة؟ أكيد ستكون فضيحة لو لعب مونديال الأندية بهذا الأسلوب وهذه الطريقة.